طيب بصوا يا جماعة، هو للأسف أنت الفترة دي في سوق المستعمل أو في سوق العربيات المستعملة، أنت ما بقيتش بتتعامل مع تجار مستعمل، أنت بقيت بتتعامل مع شوية نصابين وحرامية، إلا من رحم ربي طبعًا، ولكنهم فئة قليلة جدًا. يعني الناس المحترمة اللي بتتعامل بما يرضي الله، واحد من كل 10 نصابين أو حرامية هو اللي هتلاقيه محترم. يعني أنا نفسي شوية النصابين والحرامية دول إنهم يتعاملوا مع سوق العربيات المستعملة زي ما بيتعاملوا أو زي ما الناس كلها بتتعامل مع سوق الدهب. أنت النهارده مثلًا اشتريت سبيكة ب100.000، الدهب زاد أو ارتفع، السبيكة دي بقت ب120، الدهب انخفض أو نزل، السبيكة دي بقت ب80 أو ب70، غصبٍ عنك ورجلك فوق رقبتك ما تقدرش تفتح بُقك، صح كده؟ أنت مرتبط بتسعير عالمي. طيب نفس القصة في العربيات، أنتم النهارده من سنتين أو من 3 سنين فضلتوا تمرمطوا فينا وتمرمطوا في الناس وتذلوا فينا، وأصل الدولار وزاد و70 ده كان في راجل يا محترم، ده كان في ناس تجار بيسعّروا أو شوية نصابين وحرامية بيسعّروا العربيات على دولار ب100 جنيه، أقسم بجلال الله إحنا جات علينا فترة كانت العربيات بتتسعّر ب100 جنيه الدولار، يقول لك أصل الدولار هيبقى ب100 جنيه. طيب أنت النهارده الدولار عندك بقى له أكتر من كام شهر داخلين في سنة الدولار مستقر، اللهم لك الحمد، اللهم دِمها نعمة، بل بالعكس بينخفض كمان وبينزل. عايز أفهم أنا بقى من شوية النصابين والحرامية، وبجد والله العظيم أنا نفسي حد منهم محترم أو راجل يرد عليّا، أنت بناءً على إيه ما زلت العربية اللي كان لمّا الدولار ب70 أو كنت بتسعّر والدولار ب70، العربية اللي كانت ب650 والدولار ب70 ما زالت دلوقتي ب650؟ يعني فهّمهاني بقى، أنا عايز أفهم دي. يعني أنت دلوقتي كنت متمسك أوي، أوي إنه لأ، لازم العربية تعلى وسعرها يعلى علشان الدولار ارتفع، حقك، حقك ما حدش فينا فتح بُقّه. طيب دلوقتي الدولار انخفض وأنت رافض، وبُص يعني لو هيموتوك إنه لأ، عربيتي ما تنزلش، سعرها ما ينزلش، في حين بقى إنه المضحك إن العربيات الزيرو اللي هي موديلات السنة بينزل عليها كل أسبوع والّا 2 والّا شهر تخفيضات بال100 وال150 ألف، لدرجة إن العربيات الزيرو بدأت إنها تقرّب من أسعار المستعمل اللي بقى له 15 و20 سنة في السوق. يعني أنا مش فاهم دي. لمّا تبقى عربية حتى لو صيني، عشان الناس ما تقعدش تقول لي ده أصل صيني ومش صيني، حتى لو صيني اسمها في النهاية عربية زيرو، خلّينا متفقين، عربية زيرو موديل 26، إزاي سعرها يبقى فرق ما بينها وما بين العربية موديل 2010 فرق 50، 60 ألف جنيه؟ يعني أنا عايز أفهم، يا شوية نصابين يا شوية حرامية، ولكن العيب مش عليكم، العيب مش عليكم، العيب على اللي بيشتري منكم.